ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عايزين نعمل الفول المدمس في البيت بطريقه سهله وبسيطه ونظيفه. انا معايا 2 كيلو فول غسلاهم كويس، ومعايا كوبايه عدس برضو غسلاها كويس، ومعايا 3 ليمونات من الليمون اللي هو بيدبل في التلاجة، برميه في الفريزر بطلع منه ساعة ما اجي اعمل الفول. ومعايا طماطمتين، ومعايا 2 مكعب ماجي، ومعايا معلقة السحرية اللي هقولها لكم في وسط الفيديو. الفول انا هغليه غلوتين في حلة، وبعد كده هقلب ميته. هنا بعد ما غليته حطيته في ميه نظيفه، بعد ما غلى كويس وصفيته من الميه اللي غلى فيها، هحطه في ميه سخنه. احط ال3 ليمونات، واحط الطماطمتين، وهحط مكعبين الماجي، مكعبين ماجي خضار، وهحط العدس. اهو العدس يا جماعه، انا حطيت كوبايه العدس معاهم. واطلع بقى الريم ده كله قبل ما اقفل الحله البريستو عليهم. لازم نطلع الريم، لازم ما نخليش ريم خالص. ده برضو من الحاجات اللي بتخلي الفول يطلع حلو قوي. طلع الريم، ما نخليش فيه ريم. احلى فول مدمس تكليف البيت الفول اللي بتعمليه في بيتك. دي بقى المعلقة السحرية، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة تحفة. هتخلي الفول ده قشرته من بره مهرية. كده انا خلصت خلاص. هقفل الحلة الضغط كويس، ولو ما فيش حلة ضغط برضو تقدري تعمليه في الحلة العادية، وتغطي عليه كويس وما تفتحيش كل شوية. ده بقى بعد ما خلص الفول. تحفة تحفة يا جماعة، فول نظيف انت اللي عاملاه ببيتك، عاملاه ومكلفاه. لكن اللي بره بيبقى بيعمل بأرخص حاجة عشان خاطر يكسب. انت ببيتك هنا 2 كيلو ماله حلة كبيرة ضغط، اعبي في اكياس واحط في الفريزر واطلع بالطلب. فعلا فعلا احلى فول، واللي ما جربوش خسر كتير. فعلا فعلا فول زي العسل. زبدة، عبارة عن زبدة مش فول. بصي المنظر، بصي الفولة مهرية، وفي ساعتين. صدقوني، وفي ساعتين. ربنا يبارك لكم في عمايل ايديكم.